فضل قل هو الله أحد إخلاص كفضيلة تبارك الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا نبى سمعه وهو مغلي رجلا يقرأ وأغرني يقول هو الله أحد يرددها وكل عليها بينك ورن. فلما أصبح مركو وابرس جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له. وشيء رسولك الله حال نبى المقلي حاله إذل وقل والله أغرني سو قرآن كلام ما يقال نسلينكم عو سورة دان قابل محفوظات وقول نوريا يسلي أي فذكر ذلك له وكأن الرجل ننكو وابعثه يتقال لها سورة يريسني. فقال رسول الله وحده صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها لتعدل وحيودك أن ثلث القرآن كثلث كيس. هل مرة هذا أخر سوادو 8 جزء قرآن أخريه إلى أجر تايو. رواه البخاري وأبو داود. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أي عجز أحدكم حدكين ما كعجز أن يقرأ إنه أقرأ في ليلة هبين ثلث القرآن كثلث كيس. قالوا وحيدا وكيف يقرأ في ليلة ثلث القرآن هبين ثلث كي يا هل هبين يا أقرن كرة 8 جزء. قال وحي النبي وقل هو الله أحد تعدل وحيودك أن ثلث القرآن. رواه الشيخان والترمذي. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احشدوا فإني سأقرأ عليكم ثلث القرآن. احشدوا بالنبي سواء أرورك عليه صوح القية هل كان سوي ما فإني أنا سأقرأ عليكم وأن يكون أقرأ ثلث القرآن. فحشد من حشد تذكي ما سواء أرور إنت استمعوا ويسوكل منواي من استمع عنك إنت سوكلا فخرج النبي الله صلى الله عليه وسلم فقرأ وأغري قل هو الله أحد ثم دخل قرقي سيبس كقله. فقال بعضنا لبعض إني أرى هذا خيرا جاءه من السماء وحن لينا إني أنا أرى وحن لينا هذا متكن خبرا إنه جاءه من السماء وخبر حق إلهي كي يمده إن سورة ثلث القرآن تهي عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال احشدوا سوى كل مبنى سوى أرورا فإني سأقرأ عليكم وأن كنت الأغرنا يا ثلث القرآن. فحشد من حشد اجتمع من اجتمع ضد با سو أرورا سو كلمة. فخرج النبي الله با صوبح صلى الله عليه وسلم فقرأ وحو أغري يقول هو الله أحد ثم دخل قريو هذا كل أبتوقل. فقال بعضنا لبعض وانس ويدينه وحن إني أرى نبا هل وحو يري إني أرى وحن لينا يا هذا إنه يا خبرا نبي قلت وقرق هذا خبرا أو جاءه من السماء خبر با حق السماء ويا الله وحي النبي. فذاك كاس الذي كيوي أدخله قرق قلي. ثم خرج النبي الله صوبح صلى الله عليه وسلم فقال وحو يري إني أنا قلت لكم وحاندين إذا سأقرأ عليكم وإن كنتم لأغرنا يا ثلث القرآن ألا إنها أيضا وسورة الإخلاص إخلاص ويقول والله تعدل وحيودك أنت ثلث القرآن كثلث كي سوا. رواه مسلم والترمذي. وبعث النبي وودر صلى الله عليه وسلم رجلا على سرية ننبو عيدا ودريو إلى الله النبي ملح وقد جنين فكان يقرأ لأصحابه سمركم صلاة تجي يقرأ مد وأغريه لأصحابه في صلاتهم صلاة دمركم تجينا أي قرآن كو أخرين جريده قرآن كو تنجري فيختم وحكو ختم يا بقول هو الله أحد مرة الله مركو سورة كلا أغريه إخلاصكم كدري أما فاتحة هذا إخلاصكم بوكو تجين. فلما رجعوا مركي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال وحو رسلوه ويديا لأي شيء يصنع ذلك وحو أرنتها أصمين يو صلاة كستمركو تكني إخلاصك وقتقين بل سوى ويديا. فقال وحو يري مركي فسألوه ويسؤالين فقال وحو يري لأنها سورة صفة الرحمن الله الرحمن التلمان تيسوي فأنا أحبه عن جعل أنا أقرأ بها إن أنا أقرأ مركز. فقال رسول الله وحو صلى الله عليه وسلم أخبروه أشياء أن الله إلهي يحبه إنه جعلي. رواه مسلم. عن أنس رضي الله عنه قال وحو كان الرجل من الأنصار كملا يا أمهم إمام بؤن غني أصحاب تيسوي في مسجد قباء مسجد قوة إمام كاه فكان وحوها كلما أمه مرأة لمركو إمام أنه في صلاته قرأ وحو أغرني يقول هو الله أحد ثم يقرأ وحو أغرن سورة أخرى سورة كله معها معه. وكان يصنع ذلك مثل ما يوها في كل ركعة لا أركبه. فكلمه أصحاب تيسيب الله هذا إما أن تقرأ بها إن إخلاص كليا نقول تجسه وإما أن تدعها إن أتكتكته وتقرأ بسورة أخرى سورة كلا أخرسه مدن يال مع سورة إخلاص انت أخرسه سورة كلا هذا ما أقدر. فقال وحو يري ما أنا مئه بتاركها متكتغي مديني إن أحببتم هداد جعشهين أن أمكم بها سورة إخلاص هي سورة كلون أغرني إن الإمام إن كون نقض فعلت وان يلي وإن كريتم هداد نعيسان تركت وان كتغي أما إمام بإذن نقض ماي وكانوا وحيئها يرونهم كور رأيي واعتقادين أنه أسوه يرونه كور اعتقادين يأسك أفضلهم إنه يامدك أوفى لبناه وأن ننك أو علم بناه أوفى لبناه ودين ننك أسوه ميسا جو ننك على إمام لقام ديكر marka arrinkaas waxay la yaabeen xilay suuradan maxal markaas oo akhrisan falama ataahum nabi markuu u yimid sallallahu alayhi wasallam akhbaruhu wa usheegan al khabara ninka sidaas uu sameeyay imaamka doo
faqaala wuxuu nabigu yaa fulaanu fulaano maa yamnacuka maxaa kaa mancinaya mimaa ya'muruka bihi waxay ku amrayaan asxaabuka asxaabtaadu wamaa yaxmiluka maxaase kugu xumbaaray an taqra'a inaad akrisa haadihi suuraddan fii kulli ragca ikhlaaska inaad suurad kasta ku akrisa maxaa kugu xumbaaray faqala wuxu uhi ya rasuula allah inii uxibuhaa waan jeclahay suuradda anugu waan iska jeclahay buu yidhi inaan daayaba maba dayn karo faqaala wuxuu yidhi nabigu ina xubahaa jeceelkeedu adkhalaka aljannata jannaduu ku gelinaya wuuba ku geliyeybu jannuu kuu waajibiyey jeceelkeedu can anas radia allahu canhu can abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi aqbaltu waan soo qaabilay maca nabiyi sal alay wasalam fasamica rajulan buu maqlay nabigu yaqra'u aqrinaya qul huwa allahu axad allahu samad faqaala rasuulu llahi wuxu yidhi sal alla alay waslam wajabat way u waajibtay qultu waxaan idhi buu yidhi wamaa wajabat qaala wuxuu nabigu aljanna janna u waajib can anas radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal man qara'a ninkii aqriya kula yawmin yoomkii la arkaba 200 mara 200 oo goor buu qul huwa allahu axad ninkii aqriyo muxiya canhu waxaa laga tirayaa dunuubu 50 sana 50 sano dembigoodii baa laga tirtiri ilaa an yakuuna calayhi daynun in dayn lagu leeyahay mooyaane marka qul walla yaa ka fadli badan ikhlaaska haddaad iska aqrisato un qur-aanka wax badan kama aqaana buu leeyay allahu bartu wuu garanaya waa suuradaha fadlilada lagu sheegay o dhan ayaa u badan hadduu ikhlaaska maanta o dhan iska aqriyo waka 200 oo goor haddaad akriso maalinkii qul walla aad akriso dunuubu 50 50 sanaba inaad gaarin baa laga yaaba dembigoodii baa lagaa tirtiri ooda baaliq baa ahayn ilaa an yakuuna calayhi dayn in dayn lagu leeyahay moogi laakiin xaqunaas waa cajaa'ib waa wax walba haddaad samayso lagaa cafin maayo inaad iska gudda mooyaan ama ninkii lahaa uu ku cafiyo rawa tirmidi baa wariyey hadihi 3 wa canhu waxaa laga wariyey can abi hurayrata can anas bni malik can nabiy sal alay wasalam qaala wuxuu nabigu man qara'a ninka aqriyo qul huwa allahu axad 10 maraat 10 goor bana allahu lahu baytan fi ljanna jannadaaba ilahay guri oga dhisaya rawahu alimaam axmed bisanadin xasan can mucaad bni cabdillahi radi allahu canhuma can abihi qaala wuxuu yidhi asaabanaa dashun roob baa nagu da-ay buu iyo wadulmatun mugdina wuu yimi markii roob baa da-ay markaas haddana mugdi imaaday faintadarnaa rasuula allahi baan sugnay sal allahu alayh wasalam liyusalliya binaa inuu na tujiyo faqaraja nabigu waa soo baxay faqaala wuxuu yidhi buu yihi qul dheh qultu waxaan idhi bu yidhi maa aquulu maxaan idhahdaa qaala wuxuu yidhi nabigu qul huwa allahu axad iyo walmucaawadatayn ku qowl akri oo xiina tumsi markuu gobolku dhacay iyo waxiina tusbixu markuu waagu beriyo labada cirgudu akriso 3 goor yakfika way kaa kaafinayaan kulla shay wax la arkabo aduu labada waqti aqsa un wax walba way kaa kaafinayaan wallahi saasay leeyihiin suwarta ay rawaahu nisaa'i baa wariyey fil isticaada allah subhanahu wa ta'ala